وسهلا بكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم 3 ديال العصائر اللي هما جد رائعين واقتصاديين وكذلك صحيين وفي متناول الجميع. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. بلا ما نطول عليكم وندوزوا لطريقه التحضير، بسم الله على بركه الله. نبداو باول عصير اللي هو ديال خيزو مسلوق. غناخذ الخلاط الكهربائي وغنوضع خيزو اللي سلقته بالماء ديالو. انا عندي هنا 4 ديال الخيزويات، وغنضيف كذلك 2 ديال الليمونات كبار من بعد ما نقيتهم وحيدت لهم العظم وقطعتهم دوائر، وغنضيف كذلك 2 ديال البنانات. انا ما غنديرش السكر نهائيا، نتوما لكم الاختيار. بغيتوا ديروا شويه ديال البودره ديال التمر او لا شويه ديال العسل الحره او لا سكر سنيده. صافي دابا غندوز نطحن العصير ديالي، غنطحنو مزيان ينسجم ويولي خاتر كيف كتشوفوا معايا. انا نسيت ما وضعتش مبشور الحامض، يعني خليت حامضه وحكيت لها غير داك القشيره غير داك الصفر اللي حكيته. غنضيف معلقه يعطي العصير ديالنا واحد البنه رائعه، معلقه صغيره اللي غادي نضيف. غنعاود نطحن العصير ديالي حتى يتساجم داك القشور د الحامض اللي درت في العصير. هذا هو العصير ديالنا من بعد ما طحناه. هانتوما شوفوا معايا العصير القوام ديالو كي داير خاتر وزوين، والبنه ما نقول لكمش يا سلام، غزال بنين بزاف. صافي دابا غادي ندوز ان شاء الله نخويه في القرعه ديال العصير. دابا غادي ندوز ان شاء الله العصير الثاني. عندي هنايا 5 ديال القريحات مسلوقين في الماء، يعني داك الماء ضروري هو اللي كيزين لينا العصير ديالنا. غناخذ الخلاط الكهربائي وغادي نوضع القريعه وغادي نضيف عليها 2 ديال الياغورت. بالنسبه للياغورت ديال البيستاج، الا ما بغيتوش ديروا افوكا وحده ولا ديروا نصيص. وغنضيف كذلك 3 ديال البنانات مقطعين ودائره صغيره ديال الحامض اللي منقي ومحيده له العظيمات. وغنضيف كذلك الحليب. ما بغيناش حنا العصير ديالنا يجي جاري، ما بغيناش يجي قاصح، يجي شويه ما بين وبين. صافي وغادي نطحن العصير ديالي مزيان حتى يتطحن. هانتوما شوفوا معايا العصير كي داير خاتر والزوين يعني، والبنه ما نقول لكمش كيفاش دايره. صافي هذا هو العصير ديالنا. غندوزو نخويو في القرعه ديال العصير. شوفوا معايا الختوريه ما قاصحش بزاف وما جاريش بزاف. صافي هادشي اللي كاين. دابا ان شاء الله غادي ندوزو العصير الثالث اللي هو ديال البربه. غناخذ الخلاط وغنوضع فيه 2 بربات اللي عندي مقطعين سلقتهم انا، وغنضيف عليهم 2 ديال الياغورت د الفريز. نتوما الا ما بغيتوش الياغورت د الفريز ضيفوا شويه ديال الفريز. صافي وغادي نضيف 3 ديال البنانات، دائره ديال الحامض وكذلك معلقه ديال مبشور الحامض، وغادي نضيف الحليب. وغنطحن العصير ديالي حتى يتطحن لي مزيان. شوفوا العصير بعد ما طحنته كما تنقول لكم ما جاري ما قاصح، يعني ما بين وبين. صافي هذا هو الشكل ديال العصائر ديالنا. شوفوا معايا جو رائعين في الشكل وكذلك حتى في المذاق. شوفوا اللوينات، شوفوا ديال البربه اللون ديالها بارد، العصير بارد يعني ماشي داك المجهد. من الاحسن حتى نتوما ديروا بحالي. شوفوا اللون ديال القرعه الخضراء حتى هو جا في اللون ديال لافوكا، وخلاص ديال الخيزو جا في اللون ديال الليمون. يعني عصائر باهيه وزوينه وغتنفعكم ان شاء الله في المائده ديال الافطار. المهم ما تنساونيش في لايك وما تنساونيش في التعاليق الجميله، ومرحبا باي سؤال، اي سؤال بغيتوا تسولوني فيه راه كنجاوب ان شاء الله. نجاوبكم. ما بقى لي الا نقول لكم مع السلامه والى اللقاء، الى الفيديو القادم ان شاء الله.